اهلا بيك يا صديقي الجميل في الحلقه الثانيه من البلاي ليست اللي احنا لسه ما اخترناش اسمها ايه، ولكن انا سايبكم تختاروا الاسم في الكومنتات. ليه عملت البلاي ليست دي؟ ببساطه علشان احنا ما بناخدش التعليم الكافي. يعني مثلا احنا بنتعلم في المدرسه انك تحفظ وتدش وتخش في الامتحان تكتب اللي انت حفظته وتخرج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي حاجه غريبه كده كنت شفتها قبل كده على السوشيال ميديا، زائر جه مصر واحد تقريبا كان من رواد الاعمال او حاجه زي كده، فكان بيقول انا شفت في مصر حاجه غريبه جدا. الناس اللي بتجيب مجاميع عاليه جدا 99 و98 و97 بيخش كليات قمه عندهم، الا وهي كليات الطب والهندسه. واللي بيجيب 50 و60% بيخش تجاره ورياده اعمال. فاللي بيجيب 50% او 60% بيدرس اداره اعمال فيبقى رئيس او مدير للي جاب 100%. فالناس دي بتفكر ازاي؟ تعالى كده اقول لك بواقع خبرتي البسيطه في الحياه الموضوع ده بيمشي ازاي. ببساطه يا صديقي احنا عندنا هنا ازمه، الا وهي ان محدش بيوجهنا، بمعنى احنا ماشيين ورا المجتمع. وطبعا مش كل الناس، همشي المثال عليا انا. حد مثلا جيت خلصت الثانويه العامه وخلصت الكليه وطلعت الحمد لله الاول على الدفعه. ماذا بعد؟ المفروض طبعا اول على الدفعه يطلع على طول يتعين في الكليه، يبقى معيد، يكمل ماجستير ويخش دكتوراه. بس بصراحه انا ما حبيتش التراك ده. ليه؟ هرجع اقول لك انا مش حابب تراك الموظف، انا مش حابب تراك ان انا افضل طول عمري في مكان واحد ما بعملش فيه حاجه، او حتى لو هعمل فيه لا، انا طموحي اعلى من كده بكتير. ببساطه يا صديقي الجميل جاي احكي لك ايه اللي حصل معايا. في البدايه لو انت ما تعرفنيش فانا عبد الله محمد ولي قناه سكريبتال، وفي البلاي ليست ديت انا بقرا كتاب وباجي اقول لك فائدته، ولكن لسه اول كتاب ما تسجلش، فانا جاي ادردش معاك كده واقول لك انا عملت البلاي ليست دي ليه وهشرح فيها ايه بالظبط. في مصر او في اي دوله او في التعليم الاكاديمي ببساطه احنا بنتعلم اللي يخلينا نشتغل موظفين. يعني واحد بيدرس من اولى ابتدائي لحد ما يتخرج من الكليه وبعدين يروح يدور له على اي وظيفه في اي مكان، سواء مثلا هيشتغل في بنك او هيشتغل في مستشفى او هيشتغل في اي حاجه حسب التخصص بتاعه. وهنا بالظبط بتكون المشكله. انا مثلا شخص دخلت كليه طب واتخرجت من كليه طب، فانا هشتغل دكتور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب انت دخلت كليه طب ليه؟ والله علشان جبت مجموع طب واهلي قالوا خش طب وهي دي المستقبل وهي دي الحياه. طب انت حاببها؟ قلما من بيخش كليه قمه علشان هو حاببها. في النهايه بيكون الموضوع علشان اهلي جابرين عليها، او علشان نظره الاشخاص ليا، او علشان نظره المجتمع ليا تكون نظره مرموقه بقى ان انا الدكتور او المهندس، او المهندس راح او المهندس جه زي ما احنا بنقول في مصر. طب وايه المشكله في ده؟ المشكله في ده يا صديقي انك بتكبت حاجات كتير جواك كانت ممكن تطلعك للنور. يعني انا مثلا مبرمج، فانا كل اللي بعمله ان انا بطور من نفسي، بتعلم حاجه جديده، بفضل محافظ على التراك اللي انا ماشي فيه علشان انا عايز اشتغل في شركه مرموقه زي شركه جوجل. ولكن في النهايه ليه؟ طب ليه ما اعملش انا حاجه زي جوجل؟ صعب؟ هتقول لي اه صعب ومش عارف ايه، والناس ديت كانت ناس عباقره وهم اللي اكتشفوا الكون كلام كبير. انا معاك، الناس ديت قلما ما ستاتي ثانيه وكل الكلام الجميل ده، ولكن انا عايز اقول لك حاجه تانية خالص. الناس ديت زي ما كانت شاطره في مجالها، بس زي ما كانت شاطره برضه في اداره الاعمال. يعني ايه شاطره في اداره الاعمال؟ يعني ببساطه انا كمبرمج لو انا هشتغل في بروجكت مثلا هاخد فيه 20000 جنيه او 30000 جنيه، فانا ببساطه اشتغلت البروجكت ده وخدت فيه مبلغ حطيته في جيبي وقعدت اروح على بروجكت تاني. ده في حاله ان انا شغال فريلانسر. طب لو انا شغال في وظيفه مثلا وباخد مرتب، فانا ببساطه باخد المرتب بتاعي كل اخر شهر وماليش علاقه باي حاجه بتحصل في الدنيا، سواء اشتغلت ما اشتغلتش. انا رايح المكان ده علشان ابيع لهم وقتي، مش عشان ابيع لهم شغلي. اقول لك اكبر دليل على كده ايه؟ هقول لك. انا دلوقتي كعبد الله لو رحت اشتغلت في الشركه الفلانيه اللي هي اكس، وانت جيت اشتغلت معايا في نفس الشركه دي، احنا الاثنين بنضيع 8 ساعات من وقتنا في الوظيفه دي. فلو انا من اول اليوم لحد اخره جالي مثلا شغل في التراك بتاعي وانت ما جالكش شغل، فانت قاعد ما بتعملش حاجه وانا اللي بشتغل. والعكس صحيح، احنا الاثنين اخر الشهر هنقبض نفس المرتب. وده لاننا ما بنبيعش شغلنا للشركه، احنا ما بنبيعش شغلنا بالقطعه، احنا بنبيع وقتنا اللي هو 8 ساعات للشركه دي. و8 ساعات انك تبيعهم في شركه ده مش قليل. فببساطه اللي انا فكرت فيه كان كالتالي. انا دلوقتي مثلا بشتغل مشروع او بشتغل حاجه فريلانسر مع اي عميل والله بالمبلغ سين، او انا شغال في وظيفه معينه بالمبلغ سين. طب ليه ما اكونش انا الهيد بتاع الموضوع ده؟ بمعنى اخر انا دلوقتي مثلا ليا اكتر من صديق ليا مبرمج، وده بواقع مثلا ان انا في مجال بروجرامنج. فببساطه يا صديقي انا حد بعرف اتعامل مع الناس شويه، بمعنى صح كده سيلز شاطر، اعرف ابيع لك الحاجه واشتريها منك من غير ما تحس. طيب ماذا بعد؟ فببساطه انا دلوقتي جيت واحد عاوز يعمل الشغلانه دي، انت هتدفع كام في الشغلانه ديت؟ والله انا هدفع 10000 جنيه. فانا بجيب صديق ليا، انت تعمل الشغلانه دي بكام؟ والله انا هعمل الشغلانه دي ب 3000 جنيه. فانا جبت الشخص ده خليته يعمل الشغلانه ديت وخدنا الفرق ده كام؟ اللي هو 7000 جنيه، حطيتهم في جيبي، ما كتبتش سطر كود، ما اشتغلتش، ما عملتش اي حاجه. فانا كده اتحولت من مبرمج لحاجه تانية خالص. ولكن الموضوع ده مش رسمي قوي، او بمعنى اصح ممكن مثلا حد يقول لي لا انت كده ظلمت المبرمج اللي اشتغل الشغل ده وانت خدت فلوس اكتر مع انك انت ما اشتغلتش، وشغل
بقى حوارات كتير وسمسره وهيدخلونا في العقارات، انا ماليش دعوه بده كله. انا ببساطه اللي عملته فتحت شركه، الشركه ديت فيها موظف س وصاد وعين. س وصاد وعين دولت جم قعدوا معايا، والله يا شباب انا هشغلكم بمرتب 1 2 3، موافقين. هتبيعوا من وقتكم كام ساعه في اليوم؟ والله في ناس تشتغل بارت تايم وفي ناس تشتغل فول تايم. الفول تايم ده بيجي 8 ساعات مثلا من الساعه 8 لحد الساعه 4، والبارت تايم بيجي 4 ساعات بس في اليوم، او بيجي 8 ساعات بس ايام محدده في الاسبوع، 3 ايام او 4 ايام، وكل واحد فيهم يتحدد المرتب بتاعه. جه شغل هم بيشتغلوا، ما جوش شغل ما بيشتغلوش، ولكن مرتبهم ثابت نهايه اخر الشهر. فانا لو قدرت اجيب لهم شغل وقدرت اشغلهم طول الشهر ده فهيقبضوا فلوس وانا مش هخسر حاجه، ولكن لو ما جاش شغل فانا هدفع مرتباتهم من جيبي. فهمت الفرق؟ هو ده الفرق بين صاحب شركه والفرق بين الموظف. الموظف بيبقى قلقان وهو عاوز المرتب بس بتاع اخر الشهر ومش عاوز يخاطر، ولكن رائد الاعمال او صاحب الشركه كل اللي بيعمله ان هو بيجيب الموظف يلتزم ليه بمرتب شهري ان هو هيدوله كل اخر شهر، وحته الشغل دي والله انك كسبت 100,000 200,000 300,000 مليون جنيه مش بتاعتك، اتس نوت يور بزنس، دي بتاعتي انا، دي فلوسي انا، اديك منها اللي احنا اتفقنا عليه والباقي حطه في جيبي. هدفع بقى بيه ايجارات، هدفع بيه مكان، هدفع بيه عقود شركات، هدفع بيه حاجات كتير، هدفع بيه سيلز، هدفع بيه النت اللي انت قاعد بتستخدمه عندي، هدفع بيه حاجات كتير تانية، وفي الاخر يطلع لي هامش ربح معين. طب انا ليه جاي اقول لك كل الكلام ده؟ جاي اقول لك كل الكلام ده علشان ده تفكير عبد الله اللي اتحول من موظف في البنك لحاجه تانية خالص دلوقتي. وكل ده عشان ايه؟ كل ده علشان قرأ جمله في كتاب شدته ان هو يقرأ كتاب كامل. فما تستخسرش في نفسك الوقت اللي انت هتضيعه عشان تستثمر في نفسك، ولا تستخسر في نفسك الوقت اللي انت ممكن تقرا فيه كتاب معين. ولو انت مش حابب تضيع الوقت ده فاعمل سبسكرايب، وانا ببساطه اقرا كتاب واجي اقول لك فايدته. كان معاكم عبد الله محمد، اشوفكم ان شاء الله في اول كتاب لنا مع بعض الاسبوع الجاي. مع السلامه.